أرضاها. أهلا بيك ويا رب تكون بخير. دفنت والدها ورجعت عملت مكياج وغنت للناس على المسرح، ولما والدتها تعبت ودخلت المستشفى الزعيم عادل إمام عمل معاها حاجة ما كانتش متخيلاها. بس لما والدتها توفت خلفت وصيتها وقامت وضحكت في عزاها، وفقدت النطق لما وقفت تغني قدام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وفضلت تحب سنين راجل متجوز. تخيل لما ست عندها 78 سنة بتحكي عن طفولتها اللي اتسرقت منها، وهي بتحكي كل موقف بتفاصيله وبتعيط. هتوصل لك إن مفيش حاجة اسمها ده عيل مش فاهم أو مش مدرك. هتوصل لك إن كل حاجة بتحصل للطفل بتفضل معاه مهما كبر. عشان كده الخلفة مش سهلة ومش لازم كل الناس تخلف. هتفهموا إنها في عمرها ده بتحاول تراضي الطفلة اللي جواها وتعيش اللي اتحرمت منه، والناس بتشاور عليها وتقول متصابية. تخيل إن مامتها استغلت موهبتها علشان تكون مصدر دخل لعيلتها كلها. إزاي طفلة عندها 7 سنين كانت محرومة تلعب مع العيال علشان عندها 4 حفلات ولازم تنام بدري؟ طفلة لما شافت جزمة لابساها طفلة في سنها وهي بتشتغل ونفسها في واحدة زيها، اتقال لها انت بتشتغلي علشان تصرفي على تعليم اخواتك مش علشان تجيبي جزمة بترتر. أسرار كتير وقصص عن الفنانة الكبيرة لبلبة هتسمعها لأول مرة، بس ما تنساش اللايك والشير وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. الفنانة لبلبة، واللي هي بالمناسبة ما اسمهاش لبلبة واسمها الحقيقي نينوشكا مانوج كوباليان أو نوني على طول زي ما أسرتها كانت بتندهلها. وهي بالمناسبة بنت عمة الفنانة فيروز والفنانة نيلي، يعني من عيلة فنية كبيرة. بدأت في مجال السينما وعالم الفن والأضواء وهي عندها 5 سنين. الطفلة المعجزة لبلبة ما كانتش لسه معدية ال10 سنين لما تم اختيارها علشان تعمل فقرة فنية في حفلة كان فيها الرئيس جمال عبد الناصر. وقبل الحفلة المهمة دي لبلبة عملت تحضيرات كتير، ابتداء من البروفات مع الفرقة الموسيقية لحد ما والدتها طلبت منها تنام قبل الحفلة بساعات طويلة علشان تريح صوتها وتكون جاهزة للغنى وتقلد الفنانين اللي هتغني لهم في الحفلة. لبلبة طلعت على المسرح وكانت واقفة قدام الرئيس جمال عبد الناصر وسلمت عليه، وابتدى الموسيقيين يعزفوا. لبلبة رجعت خطوة لورا ومسكت الميكروفون في ايديها، وجات اللحظة اللي كانت مستنياها في الحفلة اللي هي كانت أهم حفلة في حياتها. وأول لما فتحت بقها علشان تغني مفيش صوت طلع منها خالص. مشاعر الخوف والارتباك سيطرت عليها وكانت مش قادرة تفسر اللي هي حاسة بيه. لازم تكوني كويسة وهايلة، الحفلة مذاعة على الهوا. كلمات تشجيعية من والدة لبلبة قعدت تقولها، ولكن جابت معاها نتيجة عكسية تماما لأنها فقدت النطق من كتر الرعب اللي كانت فيه. وقالت أول لما قفلوا الستارة وأنا قعدت أعيط كان في دكتور كبير حاضر الحفلة اسمه علي المفتي، هداني واكتشف إن حصل لي تشنج في الأحبال الصوتية بسبب الخوف والتوتر. لبلبة وصفت الحكاية دي بإنها مؤلمة ومرعبة بالنسبة لها ومش قادرة تنساها طول عمرها. وقالت فقدت صوتي لمدة 15 يوم وما كنتش قادرة أتكلم خالص، وكنت حاسة بخوف شديد إن ممكن أفقد صوتي للأبد. تخيلوا لما طفلة تبدأ حياتها الفنية وأهم حفلة في حياتها يحصل معاها الموقف المرعب اللي ممكن يحصل لأي شخص عادي لما يكون خايف أو متوتر من حاجة. ومش ده أصعب موقف عدت بيه الفنانة الكبيرة لبلبة، ولكن كشفت واتكلمت هي بنفسها عن مواقف صعبة كتير عدت بيها، وحكت عن أصعب اللحظات اللي مرت بيها بعد ما توفى والدها ووالدتها. وقالت إن وفاة والدتها كانت أكبر صدمة في حياتها. لبلبة قالت أنا فقدت أخويا الكبير ووالدي توفى في المطار، وكان لازم تاني يوم أطلع في حفلة على الهوا وأغني للناس على مسرح سينما قصر النيل. رجعنا من الدفن وعملت مكياج وضحكت الناس وعملت أحلى فقرة، وبعدها قعدت أعيط كتير. بعد ما حكت لبلبة عن الموقف ده
ناس كتير هاجمتها ورفضت اللي عملته من غير حتى ما تعرف الأسباب، واللي ممكن تكون لأسباب كتير، منها مثلا العقود الفنية اللي بيكون فيها شروط جزائية بأرقام فلكية. وشوف فنانين كتير اتعرضوا للضغط بسبب الشروط الجزائية. ومش بس لحد كده، ولكن في ناس اتهمتها إنها بتجري ورا الفلوس والشهرة. بس هو الحقيقة مهما كانت الظروف ما تحكمش على حد من غير ما تجرب تكون مكانه، لأن الجواب عمره ما بيبان من عنوانه. اتكلمت لبلبة عن صدمات تانية في حياتها وقالت: أكبر صدمة كانت وفاة والدتي، وقعدت 3 سنين لابسة أسود، وقلعت الأسود لما سمعت كلام جمهوري. واتكلمت عن مرض والدتها واللي كانت دايما معاها خطوة بخطوة في علاجها، وقالت: أنا عالجت والدتي في باريس، والدكتور الفرنساوي قال قدامها من 4 ل6 سنين، بس أمي توفت بعد 9 سنين بعد رحلة علاج كبيرة. لبلبة اتكلمت عن وصايا والدتها ليها قبل ما تموت، وقالت إنها خلفت واحدة من الوصايا دي رغم حبها الكبير لوالدتها اللي راحت، وإنها دايما معاها في رحلة علاجها. وقالت لبلبة إن حالة والدتها الصحية ساءت قبل وفاتها ب3 شهور، وده خلاها تقول وصيتها ليها. وقالت: أمي مسكتني وقالت لي: يا نونيا، أنا عايزة منك حاجتين. أول حاجة، لو أنا مت عيشي في بيت تاني علشان ما تفكريش فيا. أما الوصية التانية، أمي قالت لي: مش عايزاكي تعملي تنازلات لما تكبري شوية وتقبلي أدوار صغيرة، ولازم دايما تحترمي مشوارك الفني الكبير. بس لبلبة ما سمعتش كلام مامتها وما نفذتش وصية من الوصيتين اللي والدتها وصيتهم بيها بعد وفاتها. وقالت لبلبة: أنا لسه ساكنة في نفس الشقة الصغيرة المتواضعة في شارع التحرير في القاهرة، والموبيليا زي ما هي كأنها عايشة، والكرسي بتاعها لما كانت بتقعد عليه وتشوف النيل موجود وفاضي، وأنا كنت بقعد على الكرسي اللي قدامها. لبلبة قالت إنها رغم إنها مش بتحب تعلق صورها على الحيطة، إلا إن في صورة لسه معلقاها على الحيطة في البيت كانت والدتها بتحبها، فسابت الصورة زي ما هي تكريما لوالدتها الراحلة. لبلبة قالت إنها لبست فستان من فساتين مامتها في مسلسل مأمون وشركاه عشان تفضل فاكراها دايما في كل عمل فني بتقدمه. وعارفك عايز تعرف علاقتها بالزعيم عادل إمام كانت عاملة إزاي؟ بس متسرع أنت، استنى معايا للآخر، بس ما تنساش تعمل لايك وشير في كل مكان. المهم، نيجي بقى للصدمة التانية أو التالتة في حياة لبلبة غير فقدها لوالدها ووالدتها، وهي أصدقائها اللي فقدتهم. وبتقول لبلبة: أنا مش بس فقدت أهلي، فقدت أصحابي، المخرج الكبير عاطف الطيب اللي طلعني بشكل مختلف طول عمر الفني، وفقدت وحيد حامد وأحمد زكي ونور الشريف ومحمود عبد العزيز ودكتور رفيق الصبان. وغير الصدمات اللي في حياة لبلبة، فهي فضلت تحب شخص لسنين من طرف واحد. بتقول لبلبة إنها لو كانت قالت للشخص ده عن الموضوع في وقتها كانت هتسبب له لخبطة في حياته، وده اللي خلاها تفضل تحبه في صمت لسنين عشان مش لازم نوجع قلب حد. لبلبة ما قدرتش تمسك دموعها وهي بتتكلم عن الموضوع ده، وقالت إنها كانت دايما لما تشوف الشخص ده بتقول لنفسها: ده حبيبي. نيجي بقى لعادل إمام. لما كانت والدتها مريضة، لبلبة قالت إنه اتصل بيها وطلب منها إنه يدفع فواتير المستشفى ويتكفل بكل مصاريف علاجها. وبعد ما والدتها توفت، عادل إمام كان السبب في مساعدتها وخروجها من حالة الحزن اللي هي كانت فيه، وإن هو خلاها تضحك حتى في عزا والدتها. في العزا عادل إمام قرب مني وقال لي: بطلي عياط بقى، شكلك بقى يقرف، قومي كلي. وإن كلماته دي خلتني أضحك، والناس اللي كانت موجودة استغربت هو إيه اللي بيحصل. عادل إمام كمان نصحها إنها ما ترفضش أي شغل فني بيجيلها، وإنها لازم تصلح علاقتها بالمخرجين علشان ما يحصلش إن الأعمال تبعد عنها أو يتهربوا من إسناد أدوار ليها. لبلبة بتقول: عادل إمام أذكى فنان بعد عبد الحليم حافظ، وأنا عملت معاه أجمل أفلامي، شخصية جميلة وأنا بحبه. ولما اتسألت عن أفضل 3 شخصيات تحبهم وتقدرهم وكانوا سبب في نجاحها، قالت لبلبة: أمي، عادل إمام، عاطف الطيب. لبلبة في حوار ليها قديم قالت سر عن فيلم كلنا بنحبه وتقريبا مفيش حد ما اتفرجش عليه، وهو فيلم عريس من جهة أمنية،
واللي قدمت فيه الفنانة لبلبة دور والدة الفنان شريف منير. وقالت لبلبة إن الدور ده كان مكتوب للفنانة الكبيرة عبلة كامل. عريس من جهة أمنية ما كانش دوري، كان دور الفنانة عبلة كامل. وأنا ما كنتش عارفة الموضوع ده الحقيقة قبل ما نصور، وكان نفسي أشتغل معاها لأنها ملكة الأداء البسيط اللي بيخلي قلبك يحبها، سواء كانت بتبكي أو بتضحك، سواء اتفقت أو اختلفت. فالفنانة لبلبة كانت طفلة معجزة من يومها، وبدأت مشوارها الفني وهي طفلة عندها 5 سنين، وقدمت مشوار كبير وأعمال كتير كلنا بنحبها وهنفضل نحبها. ولو وصلت معايا لحد هنا، ما تنساش اللايك والشير وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتكون دايما جوه الحكاية. سلام.